السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هعمل معاكم العيش، هعمله معاكم بطريقه بسيطه كده وسهله، وكمان مش هياخد معاكم وقت خالص. والحلو كمان انه من غير خميره ومن غير عجن، فالموضوع هيعجبكم قوي. كمان بيطلع معاكم كميه حلوه، والعيش كمان بيطلع طري كده وطعمه لذيذ جدا. يعني بجد مش هتبطلوا تعملوه بالطريقه دي. فتعالوا نشوف عملناه ازاي. بس الاول لو اول مره تشوفوني ما تنسوش السبسكرايب وتفعلوا الجرس. كمان ما تنسوش اللايك والشير لو عجبكم الفيديو. تعالوا يلا نشوف عملته ازاي. نقول بسم الله. واول حاجة معايا 3 كوبايات من الدقيق، هضيف عليها معلقة صغيرة من السكر، وكمان معلقة صغيرة من الملح، وهقلبهم كويس مع بعض. والدقيق كده والملح والسكر دول المكونات الجافة بتاعت العجينة. هنعجنها بس مية عادية من الحنفية، مش مية سخنة ولا حاجة. ال3 كوبايات دي خدوا مني 3 كوبايات مية. بس الاول انا ضفت كوبايتين، والكوبايه التالتة ضفتها تدريجي لحد ما شفت القوام بتاع العجينه اللي انا عايزاه. هتشوفوه معايا عامل ازاي لحد ما خدت معايا 3 كوبايات. الطريقه بسيطه جدا وسهله، يعني مش تاخد معاكم وقت خالص زي ما قلتلكوا. مجرد بس ان انتوا تخلطوا كل المكونات مع بعض هتكون عجينه العيش جاهزه معاكم. كده خدت كل كميه الميه. شايفين بيبقى فيه كده كلاكيع بسيطة كده من الدقيق، فانا مش حابة الموضوع ده. فهصفيها كده، ايه، خطوة بسيطة كده وسريعة. بس هتفرق قوي، يعني هتخلي كده العيش طالع معاكي بيور كده وصافي، مفهوش اي كلاكيع دقيق خالص. بصوا، شايفين القوام عامل ازاي؟ ناعم كده وبجد حلو قوي. القوام ده بالظبط هو اللي هيطلع العيش بتاعنا مظبوط. على النار بقى، وفي صينية او في طاسة، اي حاجة انتوا هتستخدموها. هدهنها بس الاول زيت. واهم حاجه طبعا تكون، يعني اللي انتوا هتستخدموه يكون حاجه مش بتلزق. وعلى حجم بقى العيش اللي انت عايزاه بتقدري ان انت تتحكمي فيه. الموضوع بسيط قوي وسهل، وزي ما انتوا شايفين اهو، يعني بجد فعلا مفيش ابسط من كده. شايفين الاطراف كده هيبدأ اللي هو يتشمع، اول ما يتشمع كده هنروح قلبينه على طول. اهم حاجه كمان خلوا درجه الحراره متوسطه، ما تكونش عاليه، علشان خاطر ما ياخدش لون بسرعه وما يكونش استوى. اول بقى رغيف عيش ده احنا بنظبط بيه درجة حرارة الصينية كده، وبنظبط بيه الدنيا. وبعد كده التاني بقى والباقي بيطلع ان شاء الله احلى واحلى منه كمان. وهتلاقوه نفخ معاكم كمان وبقى حلو جدا. ده شكله حلو قوي، لونه كده كمان خد لون حلو. هبدأ بقى ان انا اشيله. وهنعمل التاني بنفس الطريقة. ده بقى خد على ايه، يعني درجة الحرارة كويس بتاعة الصينية، فهيبدأ بقى ان هو ينفخ كده. انا بضغط كده حاجة بسيطة قوي علشان خاطر ان انا اساعده ان كل البخار كده يدخل جوه الرغيف العيش، وينفخ معانا بالشكل ده. هو مش بياخد وقت خالص على النار، ودي برضو حاجة حلوة عشان تقدري ان انتي تخلصي الكمية كلها في وقت قليل جدا. بس زي ما قلتلكوا اهم حاجة ان احنا ما نعليش عليه النار، علشان بس ما ياخدش لون بسرعة ويكون مش مستوي من جوه كويس. خليه كمان ياخد راحته علشان خاطر ينفخ كده معانا ويبقى حلو. ده كان اخر رغيف معايا، لونه حلو جدا. كده خلصت كل الكمية اللي معايا. يعني بص، 3 كوبايات دي ما شاء الله طلعوا معايا كمية حلوة قوي. فيعني بجد تحفة. تقدروا بقى تستخدموا اللي انتوا عايزينه، والباقي تشيلوه في الفريزر. وقت ما تحتاجوه طلعوه على طول. مجرد بس ان هو يفك هيطلع معاكوا طري برضو اكنكوا لسه عاملينه.
يا رب وصفة النهاردة تكون عجبتكم وتجربوها وتقولوا لي رأيكم فيها ايه. ما تنسوش السبسكرايب لو لسه ما اشتركتوش معايا، وكمان تفعلوا الجرس علشان يوصل لكم الفيديوهات بتاعتي الجديدة. وكمان ما تنسوش تعملوا لي لايك علشان نقدر نوصل الفيديو لأكبر عدد من الناس. وشكرا جدا لمتابعتكم، اشوفكم على خير ان شاء الله.